اهلا بيكم في الجزء الثاني من تحليل بيف كندريك ودريك. في الجزء الاول اتكلمنا عن جذور المشكله وعن اول ديسين، اول ديس من كندريك اول ديس من دريك، فممكن نعتبر ان دي كانت راوند 1 اللي هي الجوله الاولى في البيف. في الفيديو ده بقى هنتكلم عن الجوله الثانيه، او بمعنى صح هنتكلم عن ديسين. ترتيب الديسات الصراحه منهم ما كانش بالشكل الطبيعي اللي هو كل ديس يترد عليه بديس، لا كان في ديس بينزل بعد كده ديسين بيرد بيهم كندريك، فالدنيا متلخبطه. بس احنا هنعتبر ان دي راوند 2 وهنحلل ديس دريك فاميلي ماترز والرد عليه اللي نزل بعديه بنص ساعه من كندريك ميت ذا جرامز. فمن غير كلام كتير ننزل نعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس ونضم سيرفر ديسكورد على الانستجرام وكل الكلام ده. يلا بينا. Maybe in this song, you shouldn't start by saying Nigga, I said it, I know that you mad. طيب كندريك في يوفوريا قرر اكتر من مره ان هو ما بيحبش يسمع كلمه نيجا من دريك، ما بيحبش يسمعها منه. ليه؟ لان هو مش معتبره من البلاكس اصلا، مش معتبره من ضمن المجتمع السوداء اللي هم بيقولوا لبعض نيجا عادي، فاهم؟ لكن لما حد غريب يقولها بتبقى عنصريه. هنا في واحده بتقول لدريك قبل التراك ان هو المفروض ما يقولش كلمه نيجا، فهو بيقولها من باب ان هو بيستفزه يعني. Drop a 50 bag. العربيه اللي ظاهره في الكليب هي نفس نوع ولون عربيه كانت على الارت وورك بتاع البوم كندريك في 2012. Bag for the mob in a spot. طيب عموما احنا هنسكيب اي بره عن البيف بتاع كندريك ودريك عشان بس ما نضيعش وقت. هنركز بس على البيف بتاعهم وهنركز بس في الديس ده على البارات اللي هي على كندريك. فلو حابين ان انا اتكلم عن البيفات التانية دي قولوا لي في الكومنتات وانا ما عنديش My مشكله. nigga YG, you know who really bang except my nigga Chuck T. في البار ده والبار اللي فات بيدي شاوت اوت الاثنين واي جي وشاك تي، ودول رابرز من كومبتون نفس مدينه كندريك. فالمقصود ان هم دول الرابرز الريل بجد اللي من عصابات فعلا الجامدين مش انت. The nigga cold losing sleep on this, it ain't me. هنا بينقذ جي كول زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. هم الثلاثه كانوا صحاب، وتحديدا جي كول كان صاحب الاثنين قوي، فعشان كده لما البيف بدا او لما كندريك نكش جي كول ودريك، جي كول الاول رد بديس بس بعد كده مسح الديس واعتذر، وده بسبب ان هو بيحترم او بيحب كندريك. فغالبا هو ده السبب اللي خلى دريك يتضايق، اللي هو الديس كان علينا وانت او النكش كان ليا انا وانت، فالطبيعي ان انت تبقى في صفي. فهو اعتبر ان دي خيانه من جي كول او جبن، اعتبر ان هو خايف من البيف، فبيقول ان هو مش قادر ينام، بيقول ان جي كول مش قادر ينام بس ده مش انا. واعتقد ان جي كول كان قراره صح ان هو يخرج من البيف ده، لان الاتنين صحابه وفي نفس الوقت هو بيحترمهم، فما ينفعش ان هو يدخل معاهم بيف بالعنف ده. يعني زي ما احنا شفنا في الديس ده والديسات اللي جايه بعد كده الموضوع اتشخصن جامد وبقى كله كلام في اعراض وعن العائلات بتاعتهم. فاعتقد اللي طلع كسبان من البيف ده فعلا هو جي كول. You better have some paperwork or that shit fake T. في البار ده بيتكلم عن الاتهامات اللي كان بيقولها عليه كندريك عموما كلها، بقى ان دي كلها محتاجه ادله، سواء حوار ان هو بيدوفيلي او اي حاجه تانية هو اتهمه بيها. بيقول له ما ينفعش ترمي تهم غير ما يبقى معاك دليل. Please, always rapping like you about to get the slaves freed. هنا بيقول له انت بتغني كأنك عايز تحرر العبيد. مبدئيا الكلمه فيها عنصريه طبعا، بس ممكن ناخدها بحسن نيه ان هو بيتكلم عن ان دايما كندريك بيبالغ او عامل نفسه بقى، فاهم انت؟ زي ما هو بيقول في البار الجاي ناشط حقوقي او بيدافع عن الحريات والكلام ده، فده كله مجرد وهم هو عايش فيه. Make believe, don't even go back to your hood and plant no money trees. ماني تريز هو واحد من اشهر تراكات كندريك، وهنا في وورد بلاي طبعا في البار ده، لان هو بيتكلم عن ان كندريك بيتكلم دايما عن الراب الهادف او ان هو بيعمل راب هادف، وبيتكلم عن الحقوق وعن الفقراء والكلام ده. بس رغم كده هو نفسه ما ساعدش حتى اهل الحي بتاعه ولا عمل ماني تريز اللي هي شجره فلوس، او المقصود هنا ان هو ما بيعملش اعمال خيريه من الاخر. You the black messiah wifing up a mixed queen. هنا بيتكلم عن نقطه اتكلمنا عنها كتير في الفيديو اللي فات، وهي ان كندريك مش معترف بدريك ان هو من النجز او ان هو من المجتمع بتاع مجتمع السود، وده لان زي ما قلنا هو نصه بس من اصل افريقي لان امه مش من اصل افريقي. فهنا دريك بيتكلم عن النقطه دي وعن حته برضو ان كندريك بيتكلم دايما عن الراب الهادف وكده، فان هو عامل نفسه المسيح بس المسيح الاسود، وده تناقض من وجهه نظر دريك لان هو متجوز واحده ميكس، يعني حتى مراتك مش 100% من اصل افريقي، لا وده عشان لون بشرتها، بس ده مش حقيقي، لا هي ابوها وامها من اصل افريقي. Why you never hold your son and tell him say cheese? طيب البارات دي كلها منطقه اعراض، اللي متابعني في العادي عارف ان انا بتكلم عن اي بيف عربي وبيبقى فيه بارات عباره عن شتايم بس بعمل لها سكيب. ليه؟ لان الراب او البيفات مش بس مجرد انك تقعد تشتم او انك تخش في اعراض، لا الدسات فن زي الهجاء بتاع زمان. فانا الصراحه ما بيبقاش عندي مشكله قوي لو الموضوع فيه اعراض بس جاي بالشياكه، بس انا شايف ان دريك هنا اوفر شويه فمش مستاهل شرح. I heard that one of them little kids might be day free. طيب المقصود من البار ده من كل البارات اللي احنا عملناها سكيب من اخر بار احنا حللناه، ان هو هنا بيتكلم عن ان الديف فري اللي هو المدير بتاع شركه كندريك هو ابو عيال كندريك او ابو واحد من ولاد كندريك. Then this is all making plenty fucking sense to me.
فيقصد يعني ان من الاخر ان مراته خانته وان ولاده مش ولاده والهري ده كله. انا ما بحبش البارات اللي من النوعيه دي، وخصوصا لو خدت جزء كبير من الدس. يعني انا لغايه دلوقتي عامل سكيب ل10 بارات تقريبا. طيب الاربع بارات دول عموما هو بيتكلم او بيغني بارات ل 6 ريد كرد على البار بتاع كندريك من باب ان هو بيستفزه، بس في نفس الوقت برضو هو كان بيقول له فيما معناه ان انتوا الاثنين لاقيين على بعض، فمش شايف ان دي حاجه صح خالص ان هو يغني 4 بارات فيها. طيب هي في التراك الاصلي كانت بتقول فور مي مش فور فري، فهنا هو غيرها وخلاها فور فري عشان يعمل وورد بلاي في كلمه فري اللي هي مجانا، وفي نفس الوقت فري اللي هو دي فري عشان بيقول في البار اللي بعد كده not that kind of free. your man اللي هو يقصد كندريك، قالت الكي عشان كندريك بالكي فهو يقصد ان كندريك ليتل لانه هو قصير يعني وكده. ففي البانش ده هو بيقول حاجتين، بيقول ان احنا ممكن نسميه ميني دريك اللي هو انت ما تطولش تبقى دريك، فاهم؟ ما تطولش حرفيا عشان هو قصير. هو ما قالش كده اكيد بس ده بانش جدعانه مني. المهم في برضه عموما بيتكلم ان كندريك قصير. وفي معنى تاني وهو اللي بيخلي البانش ده جامد قوي وهو الاسلحه، ان الليل هو سلاح صغير تقريبا مسدس والدريك هو سلاح كبير، فاللي هو انت مجرد ميني دريك اللي هو السلاح نفسه. في برضه بيتكلم عن ان كندريك قصير، ان هو كندريك دايما كان بيقول ان دريك ما كانش بيشوفه او ما كانش مهتم بيه حاجه زي كده يعني، فبيرد ان هو مش ما كانش بيشوفه عشان بيتجاهله مثلا، لا هو بس كان بيبقى باص قدامه، فبيتكلم على مستوى نظره يعني، فمش شايف اللي تحت اللي هو كندريك. طبعا يقصد بقى المعنى الحرفي والمعنى المعنوي. جو اوفر هيد معناه ان هو ما فهمش ده المعنى الطبيعي للكلمه، بس في نفس الوقت هو بيتكلم في كلمه اوفر، فاهم؟ اللي هو يقصد المعنى الحرفي، فمجازا هي معناها ان هو ما فهمش الكلام. حرفيا بقى البارات دي عدت فرص كندريك يعني، برضه بيتكلم عن نقطه الطول والقصر والكلام ده. طيب هنعمل سكيب للبارات دي لان هو هيدس فيها ذا ويكند وعلى رابرز تانيين غيره، فعموما ده مش موضوعنا، هنركز بس على البارات اللي على كندريك. بيبي كيم هو رابر وهو ابن عمة كندريك وعمل معاه اكتر من تراك، فالدريك عايز يقوله هنا ان الناس ما بتسمعش اغاني كندريك غير لما بيبقى معاه بيبي كيم او يساعدوا فيها على الاقل. طبعا هو يعني بانش لاين مش حقيقي اطلاقا. هنا بينتقد جائزة جرامي او المسؤولين عن جائزة جرامي اكتر ما بينتقد كندريك نفسه، يعني شايف ان ده بار مجرد صياح، ان هو بيقول كندريك فتح بقه اديله جرامي بالظبط كده، زي ما مشجعين الكوره مثلا بيتريقوا على ميسي وان هو ايه مقدم اسوأ موسم ليه في التاريخ وبياخد في اخر الكره الذهبيه. فسواء ده صح او لا عن الكوره وعن ميسي وكده، بس هو في الاخر ما تقنعنيش ان 17 جائزه جرامي واخدهم كندريك مقابل 6 لدريك ده بسبب مثلا انحياز او ظلم. لا الفيوز مش كل حاجه والارقام مش كل حاجه، مش عشان انت بتجيب فيوز اكتر يبقى انت اجمد. البار ده باختصار هو بيقول له انا دي لحد كبير وير از يور انكل ات، فهمت اللي هو فين راجل البيت اللي اتكلم معاه. في يوفوريا كندريك كان قال ان هو ما بيحبش كلام دريك عن فريل، كان قال تحديدا I don't like popping shit at فريل، فاللي هو يعني من الاخر هيقف ضد دريك عشان يدافع عن فريل، لان فريل هو يعني بروديوسر ويعتبر اسطوره في الراب سين الامريكي. فدريك هنا بيقوله بالنسبه لفريل فتاريخه في بيتي، تاريخه في البيت عندي. ليه؟ لان في فتره ما كان فريل كويس مع دريك، ما كانش في بينهم بيف، فهو كان بيبيع سلاسله، فباع السلاسل بتاعته في مزاد لدريك، فدريك معاه السلاسل بتاعت فريل، فاللي هو التاريخ بتاع فريل موجود عندي في البيت، فواحد من البارات الجامده في التراك. كندريك كان قال في الديس تراي سيزن زيست اللي هو بيتكلم ان دريك او الشركه بتاعت دريك حاولت انها تمنع التراك بتاع كندريك اللي هو لايك ذات من ان هو ينتشر او ان هو يشتغل في الراديو. فالرد بتاع دريك هنا بالنفي ان الكلام ده ما حصلش، لان اللي بيعمل كده هم الجبناء، يعني اللي بيحاولوا يعملوا كده اللي مش قادرين ان هم ياخدوا حقهم بالتراكات او بالدسات، فبيحاولوا ان بس الاغنيه اللي ضدهم ما تنتشرش. ليه بقى بيقول ان اللي بيعملوا كده جبناء؟ لان هو في البار ده بقى بيقلبها على كندريك وبيقول له انت اللي عملت كده، انت اللي عملت سيزن زيست للتراك بتاعي ديس اللي هو كان مستخدم فيه صوت توباك وسنوب دوج، واللي اتحذف بسبب الكوبي رايتس بتاعت سنوب دوج وتوباك لانه كان مستخدم صوتهم فيه بالاي اي. فما علينا، الفكره ان هو بيقول او بيتهم كندريك ان هو اللي خلى الدس يتمسح. فاخيرا بنشوف دريك بيقلب حاجه من البارات اللي اتقالت. هو عموما في فيرس التالت دريك اجمد نوعا ما لان هو بيرد على بارات بعينها من ديس يوفوريا.
هنا بيتكلم عن توب اللي كان اتكلم عنه في التراك الاول او في الديس الاول، وكان بيقول ان هو بيبتز كندريك وبياخد منه 50% في العقد بتاعه بتاع الشركه بتاعت توب مع دريك. فجابها بقى بذكاء قوي في البانش لاين ده، وبيقول ان كندريك كان بيحكي في تراك ليه عن ان توب زمان راح المطعم اللي ابو كندريك شغال فيه قبل بقى ما يبقى كندريك مشهور يعني، وسرقه. وبعد كده شوف سبحان الله جه توب نفس توب ده مضى عقد مع كندريك الشركه بتاعته وهو اللي شهره. فدي الحكمه بتاعت كندريك من القصه. فدريك هنا قلبها قلبه جامده قوي وقال له لايك فاذر لايك سون، اللي هو الابن طالع لابوه. وكمان عشان لايك فاذر لايك سون هو تراك لليل وين وبيردمان. هنا بيرد على البار بتاع كندريك واللي كان بيقول فيه ان هو في 20 واحد يكتبوا دس عليه اللي هم الجوست رايترز بتوع دريك. فبيقول فكك من الهري ده، الحقيقه دلوقتي ان انا بدس 20 واحد او 20 واحد بيدسوني وانا برد عليهم. ودي فعلا حاجه حقيقيه يعني. لو بصيت دريك مضطر يرد على كل الناس دي في نفس الوقت، فده اكيد مش هيخليه بنفس المرونه اللي عند كندريك مثلا هو بيدس. فمثلا كندريك نزل يوفوريا وكان 6 دقايق كاملين عليه بس على دريك، وبعد كده نزل دسين كمان، لكن دريك نزل دسات اقل، وكمان في الدسات دي البارات اللي على كندريك برضه هتبقى اقل من 6 دقايق. فده يخليك شويه تحس ان البيف مش متوازن اصلا. انا بالنسبه لي رايي في الموضوع ده ان الكم مهم مع الكيف، يعني الكواليتي مهمه مع الكوانتيتي، الاتنين مهمين. كده كده مش شرط ان عشان كندريك نزل دسات او بارات اكتر بقى من مجموعه الدسات كلها والدس بتاعه كان فيه كلها بارات على دريك ان هو هيكسب بسبب الحكايه دي. لا، لو الناس شايفه ان دريك فعلا اقوى وكل بنشلايناته جامده خلاص الموضوع اتحسم. في 20 واحد بيدسوهم دي حاجه نوعا ما مشتتاه، بس في نفس الوقت ده مش عذر كفايه لان كان ممكن ببارات اقل يكسب. بعدها بيتكلم عن ان تراك لايك ذات كان نمبر 1 بمعنى ان هو فضل فتره ترند. بسبب ايه؟ بسبب ان هو كان ديس على دريك، فبالتالي لازم دريك ياخد جزء من الارباح بتاعه التراك ده، لان هو السبب في ان هو بقى نمبر 1. يعني السبب ان الديس بتاعكم كان ترند هو ان هو ديس عليا اصلا، فانا اللي من حق ان انا اخد الارباح دي مش انتوا، او انتوا تدوني على الاقل جزء من الارباح دي. هنا بيعمل بانش لاين جامد برضو، بيعمل في وورد بلاي في كلمه بيج دي، بيرد على البار بتاع لايك ذات بتاع كندريك فاك ذا بيج 3 اتس اونلي بيج مي، فبيقول له لا اتس اونلي بيج دي، اللي هو دي بترمز لدريك، فاللي هو اتس اونلي بيج مي برضو. بس في نفس الوقت هو يقصد معنى تاني ديرتي اعتقد واضح مش لازم اشرحه. ودي على فكره نكش الجي كول برضو لان هو واحد من ضمن السري اللي هو بيتكلم عنه. وبعدها بيقولوا معاه الدليل بالفيديو كمان. هو بيتكلم عن فيديو كان فايرال زمان لدريك وهو طب اقولها ازاي دي؟ المهم يعني كان في فيديو فايرال لدريك كان ظاهر فيه البيج دي شخصيا يعني. علينا هنا برضو بانش لاين جامد قوي ان هو قلب عليه البارت اللي كان بيقول فيها ان كندريك مش بلاك 100%، بان قال له ان ابنك كمان لايت سكين يعني بشرته فاتحه، فعشان كده لازم يلعب مع ابني، فاهم؟ فده جزء من الرد. وفي نفس الوقت هو بيتكلم عن ان الولد ده مش ابن كندريك لان كندريك مش لايت سكين يعني بشرته مش فاتحه، فازاي ابنه بشرته فاتحه؟ يمكن مثلا عشان امه بشرتها فاتحه. ذا بلاك ذا بيري ده اسم اغنيه لكندريك وبرضه اصلا من التراك ده. جين جوس هي اغنيه لسنوب دوج وبيشوب ان جوس. وجوس هو فيلم كان مثل فيه زمان توباك وكان ظهر فيه بدور بيشوب اللي هو الاسقف. في البار اللي فات قال اسم تراك لسنوب دوج، في البار ده بيلمح لتوباك لان الاثنين دول من ويست كاست، فهو بينكش بيهم كندريك او بيدس بيهم كندريك. في نفس الوقت بيتكلم عن ان كندريك دايما بيشبه نفسه بتوباك او الناس بتشبهه بتوباك، فبيقولوا لا انت مش خليفه توباك، انت اللي فاكر نفسك كده بس. فلا بصراحه البانش لاين ده جامد قوي يعني عشان هو مهد له بكام بار جامدين. طيب في البار ده وده مش اول بار يتكلم فيه عن الموضوع ده، بيتم كندريك بان هو بيضرب مراته، وطبعا برضو بيتريق على ان هو قصير، بيقول ان هي بتبان اكبر منه. هنا بيقول له انت ساند ظهرك على الرصيف، ودي فيها افيه في حته ان هو قصير يعني برضو كده، ان هو ما بيسندش ظهره على الحيطه زينا، لا هو بيسند ظهره على الرصيف. وبيقول ان هو بيحفر عشان يدور على الاوساخ القاذورات. ده ليه بقى؟ لان هو خلى كلمه كندريك في التراك بتاع يوفوريا I know some shit about niggas اللي هو عارف الخرا بتاعهم خلاها حرفيا، فاهم؟ فالمهم ان هو بيقول له كل اللي انت بتقوله او اللي انت تعرفه ده مالوش لازمه لان انت معكش دليل. هنا بيسأله بيقوله ليه نقلت نيويورك، فبيستغل ان كندريك كان نقل نيويورك بان هو يتهمه ان عنده مشاكل مع مراته.
you actually Michael was praying his features would change so people believe that he's actually. البارين دول جامدين قوي بجد. يعني هو بيتكلم عن مايكل جاكسون اللي هو كان شبه نفسه بيه. يعني الاول خالص دريك شبه نفسه بمايكل جاكسون، بعد كده كندريك قال ان هو برنس اللي هو منافس مايكل جاكسون، بعد كده دريك قلبها عليه. وهو من اول بيف ماسكين حته مايكل وبرنس. فهنا دريك بيغير بقى وبيقول ان انت اللي مايكل جاكسون. ليه؟ لان مايكل جاكسون اول ما ظهر كان بشرته كانت سمراء، بس بعد كده عمل عمليات تقريبا او حاجه زي كده وغير بشرته. his features would change. features would change هنا بمعنى مختلف عن features would change في البار اللي بعديه واللي بيقول فيه Top would make you do features for change. Get on pop breakers and rap for the white. توب would make you do features for change. الاولانيه زي ما قلنا ان هو غير معالمه، مايكل جاكسون غير معالمه من ان هو كان من السمر لان هو بقى من البيض. فبيقولوا انت بقى مايكل جاكسون ليه؟ لان انت عملت نفس الحاجه، انت كنت بتغني دايما للسود ومع السود، وبعد كده توب خلاك تغني للبيض او يعني تغني مع البيض اللي هم تايلور سويفت ومارون 5. ليه بقى؟ فور تشانج اللي هو الفكه. فجامده قوي، جامده بشكل مش طبيعي. يعني البار مظبوط ظابطه مش طبيعيه. Wait, you say your brother Jermaine, but you only here to stay out of the light. بار جامد قوي ان هو بيشبه مايكل جاكسون بكندريك تاني. فاخو مايكل جاكسون هو جيرمان، ولما نشبه كندريك بمايكل جاكسون فاخو كندريك جي كول اسمه جيرمان برضو، فاهم؟ فجيرمان هو جي كول. فجامده. والفكره ان التراك اسمه ايه؟ اسمه فاميلي ماترز، فاللي هو بيتكلم عن العيله، فبراذر. فبرضه ظابطه مش طبيعيه. وحته بقى ان هو ايه، مايكل جاكسون كان بيغني هو واخوه، بس بعد كده هو اتشهر واخوه لا. فبيقول ان هو ما كانش عايز اخوه يتشهر وكان عايز اخوه ما يطلعش للنور. فهنا بيقول ان كندريك نفس الفكره برضه، ما كانش عايز جي كول ان هو يتشهر. بس عموما ده كان الديس. ما اعتقدش ان في حاجه تانية كانت مهمه ان انا ما شرحتهاش. عموما اخر فيرس جامد بشكل مش طبيعي، والديس ده انا شايف ان هو اقوى من بوش ابس رغم ان ما كنتش مبسوط قوي في اول الديس. وبس نروح دلوقتي لرد كندريك. Dear Adonis, I'm sorry that man is your father. Let me be honest. It takes a man to be a man. Your dad is not responsive. مبدئيا الديس ده مش طبيعي من كل الجهات. يعني لو بصيت له على الوقت اللي هو نزل فيه فهو نزل بعد ديس دريك باقل من ساعه. السؤال بقى ازاي ده حصل؟ انا عارف ان الديس متجهز من قبل كده، ده واضح. فان كان خلينا نشوف الديس بيقول ايه. دير ادونيس اللي هو عزيزي ادونيس اللي هو ابن دريك اللي الاول ما كانش معترف بيه. هو بيبدا الكلام معاه وبيقول له انا زعلان عليك بجد ان ده ابوك، وبيقول ان المفروض الابوه مسؤوليه وعايزه راجل، بس يعني ابوك مش كده. كل ما بيشوف ابوه اللي هو دريك بيتمنى لو كان جده لبس واقي عشان ما يخلفوش. I look at him and wish your grandpa would have wore a condom. Sometimes our parents make mistakes that affect us until we grown. And you're a good kid that need good leadership. طيب هنا بيقول له ان اوقات اهلنا بيعملوا غلطات بتاثر علينا احنا. فكل ده برضو نوع من ان هو بيدس دريك بان هو بيكلم ابنه ان ابوه خطر عليه اصلا، وبيقول له كمان ان ابوك ما بيعلمكش حاجه فسيبني انا اعلمك وابقى القائد بتاعك بما ان ابوك كده مش بيعلمك. طريقه مختلفه جدا في الديس ريسبكت. الديس ده بجد فريد من نوعه، فاهم؟ Never let a man piss on your leg, son. Either you die right there or pop that man in the head, son. بيقول له ما تخليش حد يعملها على رجلك، ما تخليش حد يتبول على رجلك. فده تلميح منه لان نفس الحوار ده حصل مع ابوه مع دريك كان في واحد صاحبه اسمه تي اي كان سكران فعمل بيبي على رجله. ولو حد عملها ما تسيبوش، يا اما تموت انت يا اما هو fall in the escort business. That's bad religion. Please remember you could be a bitch even if you got bitch. وهنا بقى بيديله نصايح اللي هو ما تاخدش ابوه قدوه وتعمل زيه وتقضيها بقى في الكلابات وسكر وكده، لا. وخليك عارف ان مش عشان معاك بيتشز كتير ده معنى ان انت راجل. برضو الكلام كله متوجه لابن دريك، بس المقصود بيه دريك نفسه عشان دريك بيصرف في كلابات كتير وعشان مع بيتشز كتير. فمن الاخر هو بيقول له انت مش راجل. Never code switch whether right or wrong. You're a black man even if it don't benefit your goals. Do some push-ups, get نيفر كود سويتش بيتكلم عن ان كندريك من كندا فاللهجه بتاعته مش امريكيه، فهو بيتكلم في النقطه دي ان هو بيبدل ما بين اللغات او كده. وبعدها بيقول له اعمل تمارين ضغط وبوش ابس. هو برضه نفس اسم ديس دريك بس مالهاش علاقه. discipline. Don't cut them corners like your daddy did. Fuck what Ozempic did. Don't pay to play with them Brazilians. Get a gym membership. اوزمبيك هو دواء بيستخدم عشان ينزل الوزن، طبعا بطريقه غير صحيه او ليه اثار جانبيه كتير وكده. فالمهم ان كان دريك بيتهم ريك روس في الديس اللي فات في فاميلي ماترز ان هو خد او بيستخدم اوزمبيك عشان وزنه كان كبير قوي ونزل مره واحده. فكندريك هنا بيقول لابن دريك ما تعملش زي ابوك، لانه كمان بيتهم دريك ان هو برضه بيستخدم اوزمبيك، لان هو زي ما قال في الفيلم ان هو ما بيلعبش رياضه وان هو بيستخدم اساليب اسهل او اسرع زي ان هو يعمل عمليه او ان هو يستخدم ادويه. من ضمن الادويه دي ايه؟ اوزمبيك زي ما قلنا. فكانه بيقول لدريك تهم ريك روس بس في نفس الوقت انت برضه بتستخدم الادويه دي عشان تخس. فبيقولها بطريقه ان هو بيقول لابنه ما يعملش كده. فعموما يعني بينصحه ان هو يبقى منضبط وبيلعب رياضه ويروح الجيم. Don't be ashamed about who you with. That's how he treats your moms.
هنا بيقول له خليك راجل، ما ترميش طوبه وبعد كده تخبي ايدك، لو عملت حاجه خليك قدها يعني. فبرضه الكلام على ان دريك بيعمل كده، بيرمي الطوب وبعد كده بيخبي ايده. البيت يا جماعه ساحلني والله، البيت مخليني عايز اسمع الدس كده ومفكرش اصلا في الكلام رايح على مين ولا بيقول ايه. Don't be ashamed about who you with, that's how he treats your moms. Don't have a kid to hide again, be sure. بعدها بيقول له ما تتكسفش من شريكتك. المشكله ان هو بيقول كده لابن دريك اللي هو اصلا ابوه مش معترف بامه، وبيقول له دونت هاف ا كيد تو هايد، اللي هو ما تجيبش عيل وتخبيه. او مثلا هو بيلمح لان ابو دريك مش هو اللي رباه، اللي ربى دريك امه، وبعد كده ابوه ظهر لما هو اتشهر. You'll carry yourself as king. Can't understand me right now. Just play this when you 18. بيختم الفيرس بان هو بيقول له مش فاهمني صح؟ خلاص يبقى شغل الاغنيه دي لما تكمل 18 سنه، اللي هو لما تكبر وتفهم. Dear Sandra, your son got some habits, I hope you don't undermine them. Especially with other girls that's hurt inside this climate. You're a woman. بيبدا الفيرس الثاني وبيقول دير ساندرا. ساندرا دي اللي هي ام دريك، وكده خلص ابنه دخل بقى لامه، فبيقول لها ان ابنك توكسيك يا حاجه، ابنك بيعمل علاقات مع بنات وبيرميهم، فانت ازاي قابله بحاجه زي كده وانت المفروض ست وتقدري اللي هو بيعمله في البنات ده. فبيقول لها من الاخر انت ما عرفتيش ربي يا حاجه. Dear Dennis, you gave birth to a master manipulator. Who he is a huge favor. I think you should ask for more paper and more paper. دير دينيس اللي هو ابو دريك، اللي هو في الاول ما كانش معترف بدريك اصلا وسابه لامه تربيه، بس لما كبر بقى دريك واتشهر رجع وبقى موجود في حياته. فبيقول له يا حاج انت ابنك كذاب. وفي البار اللي بعديه بيقول ابنك بيحاول يستخدم صورتك عشان يبين ان هو مننا، ان هو بلاك زينا عشان هو ابوه من اصل افريقي. فبيقول له انت لازم تطلب منه فلوس وفلوس وفلوس، يعني لازم تطلب منه فلوس كتير لان هو بيستخدمك في التعظيم في نفسه، او ان هو يعني يبين ان هو بلاك. فهنا البار بيرمي على الاثنين، بيرمي على ان دريك كذاب وبيعمل نفسه من البلاكس عشان ابوه بس بلاك، وبيرمي على ان ابو دريك شخص فاهم نطع قاعد في البيت بياخد فلوس من ابنه ورجع اصلا عشان ابنه اتشهر بس قبلها ما كانش معترف بيه. فلا يعني جامد قوي. Now just sit down. What I'm about to say is heavy. Now listen. Your son's a sick man with sick thoughts. I think niggas like him should die. طيب بص بقى الطريقه اللي هو بيتكلم بيها اصلا. بيقول ساندرا اقعدي، الكلام اللي هقوله لك دلوقتي كلام تقيل. فبيقول لها ابنك مريض وافكاره مريضه واللي زيه لازم يموتوا. Like him should die. Him and Weinstein should get fucked up in a cell for the rest of their life. واينستين ده واحد اتحبس 23 سنه عشان كان عليه قضايا اغتصاب كتير. فبيقول ان دريك واينستين لازم يعفنوا في السجن، يعني يتحبسوا مدى الحياه، واكيد تشبيهه ليه بيتهم برضه دريك ان هو يعني اغتصب بنات كتير. Being the beer just fit him better. He got sex offenders on Hovio that he keep on a monthly allowance. وهنا بيتهم ان معاه في الفيو التيم بتاعه ناس عليهم برضه قضايا اعتداء جنسي وسايبهم وبيقبضهم. I've been in this industry 12 years. I'ma tell y'all one little secret. There's some weird shit going on and some of these artists be here to police it. هنا بقى بيقول ان هو خلال 12 سنه في المجال عارف ان في حاجات كتير غريبه بتحصل وحاجات مش قانونيه، وطبعا اللي بيلمح هنا هو الاتجار بالبشر او الاتجار بالبنات عموما. وبيقول ان ده بيحصل فعلا في المجال والفنانين نفسهم هم اللي بيداروا عليه. فطبعا الكلام تحديدا على دريك يعني. True, so I'ma get mines. The embassy about to get raided too. It's only a matter of time. ذا امباسي اللي هي السفاره، ويقصد بيها بيت دريك. وبيقول ان هي مساله وقت مش اكتر والبوليس هيقتحمها، هيكتشفوا يعني جرائم دريك وهيحبسوه. Hey, Lil Bron, keep the family away. Hey, Curry, keep the family away. To anybody that embody the love for their kids, keep the family away. ليبرون اللي هو بيتكلم عنه يقصد ليبرون جيمس اللاعب السله المشهور طبعا، وكيري برضه هو لاعب سله، والاثنين صحاب دريك يعني. فبيقول لهم ابعدوا عيلتكم عن دريك وابعدوا انتوا عن دريك اصلا. Dear baby girl, I'm sorry that your father not active inside your في world. الفيرس الثالث بيكلم بنت دريك اللي اصلا دريك مش معترف انها موجوده، وفعلا الكلام ما فيش عليه دليل ان دريك عنده بنت هو مش معترف بيها. He don't commit to much but it's music, yeah that's for sure. المهم بيقول ان هو زعلان ان ابوها مش موجود في حياتها، وان هو بس عايش في الاغاني بتاعته وفي العالم بتاعه ومش مهتم بحد. بيقول لها ابوكي هو عايش في دور النجم، او ان هو فعلا نجم بس هو في الاغاني بس، لكن في الحياه هو مش اب كويس وبس. بيقول لها هي دي عيلتك. Star, right? And the fucking dead beat that should never say more life. Meet the grams. Dear Hybrid, this supposed to be a good exhibition within the game. الفيرس الرابع هنا هو بيكلم دريك، فبيقول له المفروض الموضوع كان يبقى جيم بيني وبينك، كان المفروض يبقى الموضوع مش كده يعني، يبقى الموضوع راب. انت بس اللي خليت الموضوع شخصي واتدخلت في العيله من اول ديس. من بوش ابس كان بيتكلم عن ويتني اللي هي مرات كندريك، وفي الديس التاني اللي هو فاميلي ماترز بيتكلم عن عيله كندريك بس. فبيقول له انت اللي عملت كده في نفسك. Gambling problems, drinking problems, pill popping and spending problems, bad with money. هنا بيتكلم عن المشاكل اللي عند دريك. بيقول له يا دريك انت عندك 37 سنه بس زي ما يكون عندك 7 سنين، وبيقول له انت بتاع قمار وعندك مشاكل شرب ومدمن وحياتك بايظه من الاخر. فيعني انصحك
تشوف lied ثيرابيست. about religious views. You lied about your surgery. You lied about your accent and your past tense. انا All بقى the بيتكلم عن الحاجات اللي دريك كذب فيها، فبيقول له انت بتكذب عن ديانتك. ده لان في كلام ان دريك يهودي بس هو مش معترف بده، رغم ان هو عمل اكتر من كليب كان ظهر فيهم في معابد وبتاع. فهو كل ما بيتسال بيقول لا انا مش يهودي او انا مش متدين. فبيقول له انت حتى الدين بتاعك بتكذب، وبتكذب بتقول ان انت ما عملتش عمليه وانت عملت عمليه، وبتكذب حتى في اللهجه بتاعتك في الاكسنت، لان هو بيعمل تراكات بلهجات مختلفه. وده لان امريكا فيها اكتر من اكسنت اصلا، فهو كل تراك ليه بلهجه تقريبا. وكتبت كمان في حوار الجوست رايترز، لان هو ما كانش معترف ان هو عنده جوست رايترز، بس هو بعد كده اتفضح ان هو عنده جوست رايترز. about your ghost riders. You lied about your crew members. وبتكذب حتى على اعضاء التيم بتاعك، الفريق بتاعك، او مش بيكذب عليهم هم، لا هو بيكذب عنهم، يعني بيقول ان هم كويسين وهم مش كويسين، هم عليهم قضايا وعليهم مشاكل You كتير. lied about your son. You lied about your daughter, huh? You lied about them other kids that's out there hoping that you come. You هنا lied بيقول له ان انت مش معترف باللي انت مخلفهم، بتمنى ان هم ما ظهروش للاعلام. about the only artist that can offer you some help. Fuck a rap battle. This a long life battle with yourself. وبيقول كمان ان هو كذب على الرابر الوحيد اللي حاول ان هو يساعده، بيتكلم عن نفسه، يعني كندريك بيتكلم عن نفسه. بيقول له بقى سيبك من الراب باتل، سيبك من الدسات او البيفات، انت عندك بيف مع نفسك، انت اصلا عندك مشكله في حياتك انت السبب فيها، فانت في باتل بينك وبين نفسك. فبس ده كان ديس كندريك. الديس ده جامد قوي بجد. انا مش هقول لك ما بحبش الديسات اللي هي بتبقى فيها حماسيه او مثلا الصوت عالي فيها، لا بحبها برضو، بس مفيش اكتر منها. لكن الديس ده مختلف. يعني مثلا انا للامانه لو في حد سعودي بيتفرج او حد كان متابع بيه في السعودي، من اكتر الديسات اللي حبيتها او بحب اسمعها على الاقل هو ديس الصايمه، وخصوصا البيت الاول. البيت الاول كان مش طبيعي. يعني انا هحرق دلوقتي لو انا هتكلم بعد كده عن البيف ده، ان هم كانوا بيغنوا بنبره مليانه ملل، اللي هو خلاص البيف الكلام عمال بيتكرر فيه وبيتعاد وعمالين بنرد على نفس الكلام، فاللي هو غيروا بقى الطريقه اللي هم كانوا بيغنوا بيها اصلا ديس. فلا انا بحب قوي نوعيه الديسات الهاديه، يعني في لعب باعصابك مش طبيعي طول الديس، البيانو واجواء الرعب اللي هو عاملها والنبره بتاعته، ايه يا جدع ده. فبس يعني ده كان فيديو النهارده، ممكن عجبك تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، انضم للسيرفر على انستجرام وكل الكلام ده، انضم لجروب الفيسبوك. اشوفكم فيديو جديد، استنوا الفيديو الجاي وقولوا رايكم في الفيديو ده. سلام.